طب بص يا نجم، في حاجة مهمة جدا 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 حصلت الفترة اللي فاتت دي، وانا مش هخبي عليك الحوار اكتر من كده، وهو ان الدراسة بدأت من اسبوعين. وكالعادة بتاعت اي حد خد من السنة اللي فاتت خازوق وقتها في امتحان بقى او مادة، حالف طلاق 3 ان السنة اللي فاتت كوم واللي جاي كوم يا ولاد. واحضر كل المحاضرات وسكاشن اسايمنتاته هتتعمل، وهكون شخصية تانية خالص. حاضر من اليوم بهجة الجديد بيتولد يا ولاد الكلب يا ملحق. وكل ده كلام جميل، والمعروف عندنا في الكلية ان اول اسبوع الدكتور بيحضر ساعات وساعات ما بيحضرش، واللي بيحضر بيعرفنا على نفسه وعلى المادة وخلاص. وانا بصراحة مش عايز اعرف حاجة عن المادة، فما روحتش الاسبوع الاول. المهم رايح الاسبوع التاني، ببص بلاقي الدكتور دخلت، فاجئت ان هي الدكتور اللي كانت هتشيلنا الماده بتاعه الترم اللي فات وقفت وشغلت البي دي اف ومكتوب عليه شابتر 3. يعني في الاسبوع التعريفي شرحت شابترين. فادعوا لاخوكم انه يعدي من الماده دي على خير، وانتوا عارفين يعني انا بحب افضفض معاك. خلاص يعني ده احنا بقينا اهل 5 شهور مع بعض. المهم فتره نزول الكليه، وهي فتره بتكون من احب الفترات على قلبي، إذ إني وأنا نازل أشم ريحة زيت دبر أملة وكريم فاتيكا مغرق الشارع كله، ولا يا عيال طولها ما كملش 130 سنتي مالين الشارع. وأنا نازل افتكرت ساعتها أوقات وأنا صغير، وعشان أوضح لك الصورة اللي جت في خيالي ساعتها، كانت أيام ابتدائي، أيام ما كنت بحل الواجب وأجري أتفرج على سبيس تون. ولو انت من الناس اللي ما تعرفش ايه هي سبيس تون، فانا عندي مشكلة معاك دلوقتي. سبيس تون دي هي قناة، يعني هبص هوريها لك دلوقتي. حل كونان أصعب القضايا، وموكلي أصبح زعيما للأدغال، وحصل جون على بطاقة القناص. أما عن روميو وألفريدو فحافظا على عهد الأصدقاء. هذه ذكريات بطل عرب الخيال من أجله، وزرعت بداخله قيم العدل والحق. ولا عن أغاني سبيس تون واللي حرفيا كانت مكسرة الدنيا. Everything down to the last minute details. ده بس حاجة حبيت أعرفها للجيل الجديد اللي متربيين على نتفليكس. ويوم الخميس اللي كنت برمي كل حاجة بعد ما أرجع من المدرسة وأروح ألعب سبايدر مان وألعب طرزان، أيام ما كنت بتزقطط علشان رايح عند أهلك وقرايبك عشان تلعب معاهم، ولا لما الوالدة تضحك عليك وتقول لك مش هوديك في حتة. ليه بتوقف؟ عاوز مننا ايه؟ انت بتشتغل مع مين؟ بتشتغل مع ربنا ولا بتشتغل مع مين؟ ويا سلام بقى الخدعة الكبيرة، همشي ومش هتعرفوا لي طريق. والفكرة وما فيها ان هي بتبقى عند خالتك. ياه الواحد نفسه يرجع زي زمان، والله يرجع لأيام زمان، ايام ما كنت بتدعي انك انت تكبر علشان تعرف تسهر براحتك لحد الساعة 1 ومحدش يقول لك ادخل نام. يا ريت تكون مبسوط دلوقتي. فقلت بعد اللي جه في خيالي ده، يعني انا عملت سلسلة عن 3 ثانوي وعملت سلسلة عن الجامعة، ده يبقى عيب حتى. Let's go. فترة ابتدائي واللي زي ما كنت قايل من شوية ان هي من احسن الفترات في حياتنا، وده لاسباب مش قليلة على فكرة، زي مثلا العاب زمان واللي هي السلسلة الجاية ان شاء الله، اللي مع ان جودتها ما كانتش معدية ال 144 بس كانت بالنسبة لنا زمان 4K، زي كراش وزي دراجون سيتي، زي المزرعة السعيدة Here we go. وكريزي تاكسي. كريزي تاكسي. It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute. كفايه ذكر العاب لحد هنا علشان خلاص في شجره دخلت في عيني. وغير الكرتون يعني زي مثلا شركه المرعبين المحدوده، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير او النوم، او اقول لك الاحسن عمل تمرينات للمخوفتيه. اصحى يا شلبي. او حتى طرزان، او الاسد الملك. وكيف تروض تنينك، ومش عارف ازاي ما خدتش بالي وانا صغير ان الاسم طويل زياده عن اللزوم، وغيره حاجات كتيره جدا. وفتره المصارعه والعاب المصارعه واللي كانت مفيرله جدا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على التنفس الصناعي، تنفس صناعي يابا، اكسجين طبيعي. وقعدتك مع قرايبك تفضل تلعب كوره، تلعب كوتشينه، تلعب مصارعه وتكسروا السرير، والحاجه تيجي تعجنك على المدعكه اللي انت عملتها. ومذاكرتك، يعني تذكر معايا يا عزيزي كده زمان لما كنت بتخلص الماده، ياه بتخلص الماده
وبتحل كل المحافظات في كتاب سلاح التلميذ، وتفرح جامد انك قفلت امتحان محافظتكم. فيمكن دي كلها اسباب خلت فتره الطفوله هي البرايم بتاع اي حد فينا. ده قبل ما تيجي البنت بتاعت ثانويه عامه وتفشخ لك حياتك، ما تصاحبهاش لو انت ما دخلتش الثانويه عامه، نصيحه. وانا ما صاحبتش زي ما انا حكيت قبل كده ان انا ما فيش كلب. المهم خليني اخدك معايا في رحله لاول يوم دراسه في حياتي. وبالمناسبه يا ريت تكتب موقف حصل لك في الفتره دي او حاجه حبيت تذكرها، علشان ده بيبقى دايما الفيديو اللي في اخر السلسله. المهم احكي لكم شويه حاجات حصلت معايا في اليوم ده. المهم كان اول يوم دراسه ودخلنا وقت الحوش، كان مليان فيه لعب وهيصه، وانا علشان جديد كنت مستغرب شويه. وطلعت الفصل بتاعي بعد ما تعبنا علشان نلاقي المستر اللي هيورينا فين الفصل بتاعي من الكشف. وطلعت الفصل بتاعي وماما قالت لي شوف المس يا حبيبي هتقعدك فين عقبال ما اجيب لك عصير. ففضلت مستني كتير جدا، ولحد دلوقتي محدش جاب لي العصير. المهم دي اول تراست ايشوز غالبا حصلت لي في حياتي. المهم المس عشان شافت الخوف فينا وهي شايفه عيال في ابتدائي، بدات تهزر معانا وانتوا نفسكم تطلعوا ايه لما تكبروا وارسم يا حبيبي والعب. والحصه خلصت واحنا عاملين كده، وهي كانت مس الرسم. مس الرسم. ولا مش زي ما انت فاكر يا عزيزي، عيب كنت لسه صغير ساعتها مش فاهم حاجه. ما بقولك كنت بتفرج على سبيستون. المهم بعد ما المس خرجت واحنا كلنا انبساط وحيويه وبدات احب المدرسه، دخل علينا راجل اقرع من غير دقن ماسك عصايه اطول مني ساعتها وقال قيام. فحدث بلل في بنطالي. المهم شرح حاجه ليها علاقه بالجمع، وهي ان 3 زائد 2 بيساوي 5 و2 زائد 3 بيساوي 5. صباح الفل يعني. وبعد شويه شرح وقفني وقال لي قول يا ابني 4 زائد 3 بيساوي 7. قول لي يا ابني 3 زائد 4 بيساوي كام؟ وانا اللي هو والله ما اعرف حضرتك، والله العظيم ما اعرف، انا دبلوم صنايعي والله العظيم ما اعرف حاجه. راح قايم شارح تاني وقف حد غيري 2 زائد 1 بيساوي 3. قول لي يا ابني 1 زائد 2 بيساوي كام؟ والله ما اعرف حضرتك، والله العظيم ما اعرف، انا دبلوم صنايعي والله العظيم ما اعرف. وطبعا اتعجنت انا والواد وروحت البيت والحاجه بتقول لي 3 زائد 2 بيساوي 5، يبقى 2 زائد 3 بيساوي كام؟ والله ما ولا طبر تمهيد للسلسله اللي جايه واللي هي تطول معانا شويه غالبا لحد ال 10000، لان من بعد ال 10000 هيحصل تغيير. فاتمنى تشترك وما تنساش تشوف الفيديوز القديمه وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.